في 17/7/2017 أعلن نادي ويست بروميتش الإنجليزي تعاقده مع أحمد حجازي وزير الدفاع المصري قادما من نادي القرن الأفريقي في صفقة كبيرة وقوية جدا، وانتقال أحد عناصر المنتخب الوطني إلى أقوى دوري في العالم بشكل مباشر. حجازي لما انتقل لويست بروميتش حصل عليه بعض الهجوم من جماهير النادي الأهلي، خصوصا ان الاهلي الفترة دي كان بيعد فريق قوي يحصل على بطولة افريقيا بعد غياب طويل جدا، وشافوا ان ده عدم تمسك من حجازي بالاهلي. ولكن لو جينا نحسبها بالعقل والمنطق، حجازي او غيره ما يقدرش يرفض العرض ده. هتلعب في الدوري الانجليزي قدام عمالقة اللعبة في العالم، واسمك هيتكتب باحرف من ذهب اوروبية. ده غير انه دخل للاهلي 6 مليون يورو. يعني اللاعب مش باعك، بالعكس خرج من الباب الكبير وصنع لنفسه اسم كبير ومسيرة مذهلة تستحق الحكاية. والاهلي طبعا ما بيقفش على حد، ولا حجازي ولا اي لاعب اخر، ووصل الاهلي بالفعل لنهاية البطولة امام الوداد. الحكاية بدأت لما الاهلي تمكن من التعاقد مع احمد حجازي قادما من الدوري الايطالي 2015 بعد 3 مواسم شارك فيهم حجازي مع فريقين مختلفين في الدوري الايطالي، فورنتينا الايطالي ونادي بيروجيا. حجازي انتقل لفورنتينا 2012 بعد انتقاله من نادي الاسماعيلي مقابل 1.5 مليون يورو عشان يخوض تجربة الاحتراف في نادي كبير ودوري قوي جدا. لعب مع فورنتينا 3 مباريات فقط موسم 2012، عشان في 2013 طلعوه عار فريق بروجيا الايطالي وشارك معاهم في 10 مباريات فقط. لحد موسم 2015 الاهلي قرر يتعاقد معاه عشان يدعم الفريق بأسماء كبيرة جدا وعودة المحترفين زي حجازي وربيعة وأحمد فتحي، غير التدعيمات بأسماء قوية جدا زي جون أنطوي ومليك إيفونا في موسم العودة للمسار الصحيح. وهنا بتبدأ حكاية حجازي مع النادي الأهلي اللي شارك مع الأهلي موسمين لعب خلالهم 40 مباراة، كان حاجز الصد الحصين لنادي القرن، لدرجة ان الاهلي خد الدوري موسم 2017 بدون اي هزيمة. والسبب طبعا كان بيرجع لحجازي بشكل كبير جدا. وما كانش حجازي بس مجرد لاعب محلي، حجازي كان وزير الدفاع للمنتخب الوطني وسبب كبير في وصول المنتخب لفاينل افريقيا في الجابون 2017 عشان يجيروا عرض اوروبي من نادي ويست بروميتش الانجليزي بقيمة 6 مليون يورو. وحجازي طبعا قال لك الفرصة ما بتجيش كتير والاهلي استفاد من الرقم الضخم المقدم ليا، وانتقل للدوري الانجليزي وشارك مع الفريق بصفة مستمرة وكان احد الاسماء اللامعة في الدوري الانجليزي. شارك مع الفريق الانجليزي 97 مباراة، سجل خلالهم 4 اهداف مؤثرة وكان من اهم اللاعبين في الفريق. ولما انتقل على سبيل الاعارة لنادي اتحاد جدة السعودي موسم 2021 كان في حالة من الحزن على جماهير ويست بروميتش بشكل كبير عن رحيله، وده يعكس مدى أهمية أحمد حجازي مع نادي ويست بروميتش. وبعد ما شارك مع اتحاد جدة لمدة موسم على سبيل الإعارة وأثبت إنه مدافع المفقود للنادي السعودي، فعلوا بند الشراء مقابل 3 مليون يورو. وفعلا حجازي كان النجم الأول لفريق اتحاد جدة وكان بمثابة خط بريف في التصدي لهجوم المنافسين، وتمكن مع فريقه من الحصول على بطولة الدوري بعد غياب طويل جدا عن النادي، ولكن يتعرض في نهاية الموسم بإصابة خطيرة جدا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن الفريق لمدة 6 شهور على أقل تقدير، عشان تطلع بعد التقارير الصحفية إن في نية لفسخ التعاقد مع أحمد حجازي، خصوصا بعد الثورة الهائلة في التعاقدات في الدوري السعودي وإمكانية تعويضه بمدافع أوروبي، عشان تطلع بعض الأخبار بإمكانية تعاقد الأهلي مع نجم المنتخب المصري والمدافع الصلب صاحب القامة الطويلة والقيمة التسويقية المرتفعة وصاحب الخبرات الأوروبية الكبيرة جدا. فشارك برأيك، تحب تشوف ثنائية حجازي مع عبد المنعم، ولا شايف إن الأهلي يفكر في تأسيس مدافع شاب صلب زي محمد عبد المنعم؟ هنا بقى بتنتهي حلقتنا عن احمد حجازي. ما تنساش لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد، وفولو لو انت مش متابعني، وما تنساش سبسكرايب لو انت بتتفرج على اليوتيوب. اشوفكم في فيديو جديد.